أهلا وسهلا. حنعمل تيراميسو بالطريقة الإيطالية التقليدية. في طرق أسهل من كده، بس حاعمل مرة كده ومرة ثانية حاعملها بطريقة مختصرة. حنعملها بالبيض، نفصل البياض عن الصفار. نحتاج صفار 4 بيضات، نحطهم في زبدية قزاز ونرفعهم على النار. يكون فيها تحت موية اللي هو حمام مائي. نضيف على البيض بس فقط سكر وفانيليا، وممكن إذا أنتوا حابين تضيفوا شوية قهوة، يعني مثلا شوية اسبريسو أو شوية نسكافيه إذا حابين طعم القهوة مع البيض ومع الخلطة. حطيتهم على النار تحتها موية، بس الموية ما توصل للزبدية، في القدر في موية، وأبدأ أخلط كده ألين يتغير لون البيض ويصير لونه أبيض. لما يوصل تقريبا ل60 درجة مئوية يكون كده استوى البيض، يعني ما يحتاج. أو إذا وصل عندكم للمرحلة هذه، أنا أضفت شوية قهوة عليها بس أبغى طعم الكريمة يكون في قهوة. لما توصل عندنا لل60 تقريبا نخليها تبرد، ونحتاج كمان كريمة. الكريمة نحط عليها سكر بودرة، كوب كريمة عليه ملعقتين سكر بودرة، ونخفقهم حتى تتماسك الكريمة. ولما نرفع المضرب نلاقي انه صارت حركة المنقار اللي ما ترجع تنكسر. لازم ايضا في الخليط نفسه طعم الجبنة، حنختار جبنة مسكربوني الافضل. التيراميسو ممكن تستخدموا الروكوتا، ممكن جبنة كريمية. نخفقهم، خفقت الجبنة مع الكاسترد اللي عملناه على النار، وبعد ما خفقوا كويس أضفت عليهم الكريمة اللي عملتها. كذا تكون الخليط وأصبح جاهز من فوق لتحت، من فوق لتحت، أساس ما نبغى يهبط علينا. وممكن تدخلوه شوية ماسك في الثلاجة، وممكن أنا زي ما أنا عملت حطيته خلاص على البسكوت. نكون مبردين شوية قهوة أمريكي أو اسبريسو، ونغمس فيها البسكوت بس ما تغمسوا كثير على اساس لا يطلع مرة لين. ونبدأ نرص أول طبقة من البسكوت، بعدين طبقة كريمة فوقها، بعدين ثاني طبقة من البسكوت، بعدين طبقة كريمة. ندخلها تتماسك في الثلاجة، حتقعد تقريبا تاخد من 4 ل6 ساعات أفضل حاجة. قبل ما نضيف في النهاية وقت التقديم نضيف عليها بودرة الكاكاو، بالهنا والعافية. لو عجبتكم الوصفة لا تنسوا اللايك، وشكرا.